جثة شاب في الأربعينات. هو كان بيفكر يتجوز واحدة تاني وزوجته عرفت. متناول سم فئران محطوط في فنجان قهوة. ظهرت ثغرة هدت القضية. البداية بالعثور على جثة شاب في الأربعينات متكئ على ظهره، كسند على ظهره، وقاعد تحت شجرة قدام شريط السكة الحديد. انتدبت المباحث النيابة، والنيابة انتدبت الطب الشرعي. لما تم الكشف على الجثمان تبين انه تعاطى مادة مخدرة ادت للوفاة. فيها شبهة جنائية. فيها شبهة جنائية. هنا أجهزة الأمن قعدت تفحص علاقات المجني عليه ده. تبين اسمه محمد عبده الشربيني، وهو مقيم متزوج من ربة منزل ومقيم في محل الدمنة. تم استدعاء زوجته والأقارب وتم استجوابهم على أساس إنه بيشوف فيه خلافات مع حد. الكلام ده كله ملوش أي خلاف خالص سوائل في القصة مع أي حد. طبعا هنا بيتم الاستعانة بالمساعدات الفنية وكاميرات المراقبة. طبعا الموضوع صعب، بتتكلم على أرض زراعية، ما فيهاش الوسيلة بقى بتاعت كاميرات المراقبة زي ما موجودة دلوقتي في الكثير من المدن أو مثلا العاصمة. فبدأ الموضوع، عارف انت بقى يشتغلوا في القضية بلدي بقى زي زمان. توسيع طبعا دايرة الاشتباه. بيشوفوا علاقاته بأصدقائه والكلام ده كله. خرجوا من العيلة، خلصوا العيلتين أسرته، لقوا إنه في بس كده حاجة في النص، إنه على خلاف مع زوجته. كان في مشاكل زوجية بينه وبين زوجته، هنرجع لها تاني. بس بنكمل بس فكرة فريق البحث. فريق البحث توصل للأصدقاء الشخصيين ليه، واللي قالوا إنه كان قاعد على القهوة معانا وروح بيته الساعة 9:09:30 تقريبا. قال لهم انا مروح البيت مساء. بعد العشاء قعد معاهم، قابلهم حوالي الساعه 6-7. فضل قاعد معاهم ساعتين على القهوه، وقال لهم انا همشي، انا مروح على البيت. وكان قايل لهم ان هو كان في خلافات بينه وبين زوجته، فهو رايح البيت يحل المشكله دي، يعني يرجع البيت يصلح موضوع الخلافات. الخيوط ابتدت يعني تظهر امام فريق البحث بعد ما طلعت نتيجة الطب الشرعي اللي أثبتت إنه مش واخد مخدر، لا، متناول سم فئران محطوط في فنجان قهوة، تفاعل مع الجسم وعمل له تسمم وأدى للوفاة. طيب هنا يا ترى شرب فنجان القهوة ده فين؟ ابتدى خلاص فريق البحث بيضيق بقى الدنيا تاني، وبيرجع ليه المكان اللي شرب فيه فنجان القهوة. لما رجع لاصحابه شهود العيان قالوا ان هو سابهم وراح على البيت وطلع قابل زوجته، فاكيد من الوارد ان هو يكون شرب فنجان القهوة في البيت. لما سألوا أسرة المجني عليه، أقارب المجني عليه، قالوا انه في خلافات حصلت بينهم وبين بعض، بين الزوجة وبين زوجها القتيل. طب ايه سبب محمد الخلافات اللي بينه وبين مراته؟ هم كانوا متجوزين جواز عن حب وجيران في نفس المدينة، وجوازهم ده كان هادي جدا زي اي زوجين. بس هم يعني حياة بسيطة وأسرة بسيطة، الأسرتين أسر بسيطة جدا. زواجهم أنتج عنه بنتين، خلفوا بنتين، زوجته خلفت بنتين، ياسمين وصابرين. كانت واحدة 12 سنة وواحدة 10 سنين. الصغيرة دي كانت في 3 ابتدائي، وأمورهم كانت ماشية كويس جدا لحد ما بتحصل الخلافات دي بتبقى خلافات بسبب يعني هو كان بيفكر يتجوز واحدة تاني وزوجته عرفت. فلما حصل ان هي بتعاتبه، ابتدى بقى يحصل ايه زي اي زوجين، واحدة عارفة ان جوزها بيكلم واحدة مثلا هيتجوزها في مشروع جواز من واحدة تانية. طب لا، طب ازاي، طب انت عندك بنتين. الخلافات دبت ما بينهم. اتدخل هنا الأسرتين، اتدخلوا يصلحوا ما بينهم. مرة مع التانية احتدت الخلافات دي. فجه في مرة قبل بقى تاريخ الواقعة، قبل تغيبه ده، قال لها انا هسيب البيت وامشي، هسيب لك ايه البنات وهسيب لك البيت طالما انت ايه هنقعد على طول في مشاكل مع بعض، انا هسيب لك البيت وامشي. وفوجئت الزوجة بتاريخ 5/12/2017 بخبر
وفاته والعثور على جثته من اهالي القريه. رجال المباحث قعدوا يجمعوا بقى المعلومات كلها. طبعا بتحط المعلومات إيه ده بيعمل ايه، مين صحابه، مين راح، مين جه. هنا شهود العيان اثبتوا ان هم كانوا قاعدين على القهوه معاه وروح البيت، روح بيت الزوجيه عشان يصالح مراته هنا نفت ان هو راح البيت. طيب دلوقتي في شهود بتقول روح البيت، الزوجه بتقول لا. اهليته قالوا ان هو روح البيت. طب اهليته قالوا ايه بقى؟ قالوا ان هي اللي موتته. لما طلع التقرير بقى بتاع الطب الشرعي اللي بقول لك عليه بتاع سم الفئران، اتهموها هي مباشر، اتهام صريح بقتل ايه؟ بقتل زوجها. اتجابت طبعا، تم استدعائها واتوجه لها اتهام القتل بالادله اللي موجوده وبشهاده الشهود. زي ما قلنا في تقرير طب شرعي بيثبت ان هو اتوفى بعد ما طلع عندها البيت بساعه ونص بسبب ده تقرير الطب الشرعي. تحريات المباحث وشهود الواقعه، وشهود الاثبات اللي هم اصدقائه اكدوا واقروا ان هو كان موجود معاهم وروح البيت. يبقى هنا كل الاتهامات بتدل على الزوجه. في جلسه تحقيق في النيابه العامه طبعا بتنفي الواقعه، وقالت قدمت ورق طبعا وقالت ان هي كانت مكسوره، ولما اتقبض عليها فعلا كانت رجليها مكسوره. فقالت انا يعني ازاي اقتله وازاي انقله الكلام ده كله، انا كنت قاعده في البيت وفوجئت انا وبناتي بالناس بتصوت الحقي يا ام صابرين محمد جوزك لقوه مقتول. طبعا بتنفي اوائل كل الاتهامات والشهود، وقالت ان انا كنت مكسوره ومش قادره اتحرك وازاي هعمل كده في يعني ده ابو بناتي ابو ولادي وانا من كتر حبي فيه. اصلا الخلافات دي حصلت بسبب ايه؟ بسبب الغيره وحبها ليه. بتتحول لجلسه محاكمه بتنزل قدام قاضي الجنايات بتاريخ 2 ديسمبر، بعدها بسنتين بالظبط في 2 ديسمبر 2019، وبيتحال اوراقها لفضيله المفتي وبيصدر ضدها حكم بالاعدام، وبتتحال للسجن وبترتدي البدله الحمراء لمده 4 سنين. بعد احاله اوراقها محمد لفضيله المفتي، هل هي ما زالت بتنفي الاتهام ولا اعترفت؟ من اول لحظه هي بتنفي طبعا الاتهامات، وقدام القاضي قالت له يا سياده القاضي انا كنت مكسوره، اللي هو قالته في النيابه برضو فضلت مصممه عليه، وقالت انا يستحيل اعمل كده، مش معقوله هيتم بناتي، حتى لو كان اتجوز كان مفيش مشكله، انا حتى الخلافات دي كنت محضره فيها الطرفين بتوع العيله، يعني كانت مشهده الناس عليه. وللاسف الشديد كل طبعا الادله ضدها، زي ما قلنا الشهود والتحاليل والكلام ده كله كان ضدها، ما كانش في صالحها. استمر حبسها لمده 6 سنين، 4 سنين بترتدي فيهم البدله الحمراء. هنا زي ما قلنا في الاول انها من اسره بسيطه، كان مفيش حد بيزورها كتير، ليها اخت كانت يعني بتحاول تزورها من وقت للتاني بسبب مصاريف وتكاليف الزياره، ما بقتش تزورها يعني في الزيارات المحدده ليها، بقت كل فتره كبيره تروح لها مره او 2. كمان ياسمين وصابرين بناتها كانوا عايشين مع اختها، وبسبب دي الحال للاسف اودعتهم في دار رعايه. البنتين كان في مشرفه من دار الرعايه بتاخدهم في المواعيد الرسميه للزياره، كانوا بيروحوا يزوروا والدتهم، واللي كانت دايما بتاكد لهم في الزياره ان انا بريئه وربنا هيظهر الحق، ربنا ما يقبلش بالظلم، انا مظلومه ومستنيه القضاء ينصفني، واكيد محكمه النقض هتنظر في القضيه وتعرف ان انا ما قتلتش ابوك. وكانت دايما اوائل تتكلم مع البنات تقول لهم انا ما قتلتش ابوك. وطبعا موقف البنات صعب جدا، يعني اب اتوفى والام كمان فقدوا الام اللي هي كمان لبست بدله الاعدام، يعني خلاص اتيتموا اب وام. بتمر بظروف صعبه جدا وبتصاب بعده امراض داخل السجن. وكانت بتقول يعني في كلامها لما قابلناها انه اكتر كانت بتموت في اليوم 100 مره. انت متخيل شعور واحد بيبقى لابس بدله الاعدام، بتقول لك انا كان معايا منتظر عشماوي في اي وقت، منتظره كل لما الباب يخبط بتشعر انها خلاص دي لحظه الفراق. دايما ماسكه المصحف، تقول لك انا كنت يعني بصلي وماسكه المصحف وبدعي ربنا بس انه ربنا يخرجني من محنتي ويظهر الحق، لان انا ما ارتكبتش الجريمه. اللي حصل في جلسه النقض ده كان حاجه مثيره جدا، حاجه غريبه. في 2023 محكمه النقض بتنظر القضيه، وهنا بيتقدم المستشار
وهدان فاروق الباز المحامي بالنقد قدم مذكرة بمذكرة دفاع غريبة جدا لكريمة المتهمة بقتل زوجها. من أول يوم بيقول لك أنا متأكد إن هي ما قتلتش. هو بيقول لك إيه، أنا حتى لو واحد قاتل أنا بقول له قول لي يعني إيه اللي حصل بالظبط. بيقول لك أنا يعني لما أشتغل قضية لازم أعرف المتهم قتل الشخص ولا اللي ما قدامي قتلش. ده لا مرتكب الفعل ولا مش مرتكب الفعل. لو مرتكب الفعل ده موضوع تاني. انا اتاكدت 100% يقيني من داخلي ان الست دي بريئه، كريمه السيد دي بريئه. فبيقول قعدت اشتغل على القضيه اشوف الثغرات، وقال انه يعني من خلال الفحص للقضيه ظهرت ثغره كانت هي المفتاح لنجاه كريمه من حبل المشنقه. ايه بقى الثغرة دي؟ الثغرة دي كانت في المادة نفسها، المادة السامة اللي استخدمت في قتل محمد عبده اللي قال عليها الطب الشرعي. الطب الشرعي هنا وائل قال انه تعاطى داخل فنجان القهوة سم فران. المحامي بقى المتمكن المستشار وهدان جاب مراجع علمية بتثبت ان سم الفئران بيتفاعل داخل جسم الانسان بعد 4 ساعات من تناوله. تمام. علشان يؤدي للموت. يعني لو واحد خد الجرعة بتاعت سم الفئران الساعة 12 يموت الساعة 4، الوفاة الساعة 4. تمام. طيب رجع للقضية، شهود العيان وتحريات المباحث اثبتوا انه محمد عبده المجني عليه كان موجود معاهم على القهوة واتحرك الساعة 9:30 متجه لبيته. تمام. والطب الشرعي أثبت إنه مات الساعة 11 مساء، يعني بعد ما سابهم من القهوة بساعة ونص، ساعة ونص. طيب لما سابهم الساعة 9:30 راح على بيته، لو هنقول خد 5 دقايق في الطريق. ده هو قال كده في المحكمة وفي المذكرة بالظبط. وراح طلع البيت وزوجته عملت له فنجان القهوة أسرع حاجة، يعني وهو داخل من باب الشقة. والموضوع كله ياخد له 10 دقايق. 10 دقايق هنقول عملته في دقيقة فنجان القهوة وحطيت له فيه السم وشرب السم. هو مات بعدها بساعة ونص، فده غير معقولية. صح. لإيه؟ للمراجع والأبحاث العلمية اللي بتثبت عكس ده. بتثبت إيه؟ 4 ساعات. يعني معنى كده إنه لو تعاطى السم الساعة 9:30 كان هيموت إيه؟ بعد 4 ساعات. تتكلم في الساعة 1:30. صح. ده غير زي ما قلت لك إيه الفترة اللي هيمشيها من القهوة لبيته، والفترة اللي هتعدي فيها فنجان القهوة. كل ده احنا لغيناه. طبعا هو يقف قدام القاضي في محكمة النقد بيعد مذكرة بالشكل ده وقدم المستندات اللي بتثبت المراجع وبتثبت ان المادة تتفاعل بعد 4 ساعات، وهو ما أكدته المحكمة من الطب الشرعي. تم طبعا التأكد من المراجع وثبت فعليا انه المدة اللي هو اتكلم فيها المحامي اللي هي 1.5 ساعة ما بين تعاطيه للمادة والساعة 11 فعلا كانت حالة الوفاة. فده كان يعني الثغرة اللي هدت القضية. شفت عادل إمام كده لما قال له في كام ثغرة فيهم ثغرة اللي هتنسفها. دي الثغرة فعلا اللي نسفت القضية كده. دي الثغرة الأولى. نخش بقى في الثغرة الثانية اللي كانت مرتبطة بكلام مين؟ محامي. مرتبطة بكلام كريمة بقى. يعني هو المحامي خد كلام كريمة واشتغل عليه. هي قالت ايه؟ كنت مكسورة. تمام. وجوزي ما جاش اصلا البيت، ما شفتوش اصلا عشان اعمل له قهوة. يعني بتقول لك انا حتى لو جه وانا عملت له القهوة هقول ان هو جه شرب القهوة عندي، لكن هو اصلا ما طلعش البيت من الاساس. طيب المحامي ثبت ايه تاني؟ ثبت انه الجثة كانت موجودة بشكل معين.
ايه الشكل ده؟ كان قاعد على شريط السكه الحديد تحت شجره ومتكئ، متكئ على ساند على الشجره، وحاطط دراعه اليمين على خده، متكئ بايده على خده، وقاعد يعني قاعد زي واحد بيستريح حوالي، يعني ماشي. هو لما خد المخدر وتعب ونزل حط ايده واستريح تحت الشجره على بعد مسافه قد ايه؟ 800 متر. يعني قاسها بالظبط ما بين موقع الحادث مكان العثور على الجثه لمنزل الزوجيه قد ايه؟ 800 متر. طيب المتهمه كريمه وهي موجوده في الشقه، لو هي اديته السم ومات في الشقه او سندته او مشيت معاه، ال 800 متر دول هتمشيهم ازاي وهي مكسوره اساسا؟ يعني هي وقت ارتكاب الجريمه، وقت وقوع الحادث ده كانت هي مكسوره. فطبعا قدم ادله ان هي كانت في الفتره دي فعلا مكسوره، وان هو يستحيل ان هي تقدر تنزل تشيل الجثمان او تنزل حتى تسند الجثمان. موضوع يعني الوفاة اللي كمان هي غريب ان هو يبقى ازاي هتتصرف مع الجثه؟ زائد الجثه نفسها كانت في موضع بيثبت ان هو مشي لحد المكان ده وقعد يستريح فيه او اشتد عليه الالم وقعد تحت الشجره يتالم لحد ما لفظ انفاسه الاخيره. فكل الكلام ده كله بيرجعنا للثغره الاولى، انه ده عشان يحصل كله محتاج 4 ساعات من تناول السم اللي موضوع له في القهوه. فده كله بيتنافى بشكل قاطع مع كريمه، وانه كريمه لم ترتكب الجريمه، وان اعترافات اقوالها بان هي لم ترتكب الجريمه هو ده الصدق واللي ثبته المحامي بالادله والبراهين، وبناء عليه اصدرت محكمه النقض حكما تاريخيا بالغاء حكم الاعدام وبراءه المتهمه من قتل زوجها، من قتل زوجها محمد عبده. ببراءة كريمة محمد. كده مين المتهم؟ شوف هنا احنا في القضيه احنا اشتغلناها طبعا كقضيه كانت بتنظر في محكمه النقض. ببراءه كريمه المفروض بترجع تاني يتفتح تحقيق في الموضوع عشان يوصلوا للجاني، لكن احنا لحد الان لم نتوصل لمين المتهم الرئيسي. وطبعا القضيه قعدت 6 سنين بتنظر زي ما انت فاهم، 6 سنين على الواقعه اللي كانت مقفولة على كريمة وكانت متهمة فيها كريمة. فانت بتتكلم على حتى لو كان في أدلة بيبقى صعب جدا بعد 6 سنين ان انت توصل لها. كانت طبعا الأدلة دي اكيد هتبقى مجهولة او غير معلومة، ولكن لو ظهر في القضايا اللي زي كده، طبعا دي قضية نادرة جدا حدوثها، لو ظهر اي ادله جديده طبعا بتفتح فيها التحقيق تاني من اول وجديد، وبيتم طبعا محاكمه المتهم الرئيسي فيها.